كل ما بشوف كده مباريات في افريقيا وبشوف الفرق اللي بتنافس في دوري الابطال، زي امبارح ما احنا بنتفرج على مباراة الترجي وميلودي سان داونز في اياب نص النهائي. الواحد بيقارن ما بين المحترفين اللي موجودين في الفرق والمحترفين في الكرة المصرية. يعني دانهو، ساس، الاثنين محترفين في الترجي، الاثنين لعيبة يعني تقال قوي. واحد راس حربة هجام 190 سنتي، سريع قوي، حريف كورته حلوة، دانسو فلوريان. والتاني ساسي نص ملعب عمود، لعيب كبير من الناحيه الدفاعيه وبيلعب بيلد اب بشكل محترم. ورغم ذلك طبعا الفريق العفريت فريق ميلودي سان داونز بيسجل هدف في مرمى الترجي في تونس قدام 60 ألف متفرج، عشان يقول للأهلي اللي الناحية التانية عامل قلبان وقعد الدنيا ومقوم الدنيا ومش مقعدها على ضربة جزاء تقديرية لمسة ايد. مهزله كرويه بتعيشها الكره المصريه، وبدل ما نحاسب انفسنا على المهزله اللي احنا فيها من حيث المستوى واختيارات اللاعبين، ونشوف مين بيجيب كاموتش وما كاموتشي واللعيبه الكسر اللي موجوده في الفرق المصريه، خصوصا الاهلي الفتره الاخيره اللي ما جابش غير المصاب امبارح للاسف الشديد، الفلسطيني المهاجم وسام ابو علي. الحقيقه كل ما بشوف الاختيارات بتحسر، وبشوف الهوجه اللي عاملها النادي الاهلي والقرف اللي في الكره المصريه، وازاي حتى اتحاد الكوره ما فيهوش حد يقف على البوابات يقابل الناس ويتكلم معاها ويواجه الناس، ويبقى في شيء من الاحترام للي بيحصل في الاتحاد. كلها حاجات تخليك تقرف من انك تشوف المستويات اللي موجوده في الكره المصريه، اللي بياخدوا ملايين المليارات، واحنا هناك بنشوف الاسعار اللي جايه بيها اللعيبه دي لفرقه زي الترجي او البرازيليين اللي موجودين في سان داونز. تلاقي لعيبه تقيله جايب مليون ومليون ونص و600 الف و800 الف وبارقام تعبانه. حتى اللعيبه المصريين اللي واخدين عقود رعايه وعقود دعايه واعلان وجايين حتى مجانا بياخدوا مرتبات خياليه وهم مصريين، وهو مش عارف يعمل 1 تو 1 او يعمل باص او يعمل اوفر عدل. مأساة. وبنشوف تفاهات وبنتفرج على الكوره الافريقيه تحزن حالنا اكتر. امبارح الحمد لله ان الاهلي ما صعدش، كانت هتبقى مأساة انه مثلا يتغلب واحد في القاهره ويروح يشيل اربعه في جنوب افريقيا تاني، بعد كل المليارات اللي مدفوعه في النادي الاهلي على لاعبيه وعلى الفرقه.